شفنا كلنا امبارح باريس سان جيرمان وهو بيقهر وبيكتسح انتر ميلان. عمل ملحمة تاريخية، لأول مرة في تاريخه يقدر يفوز بدوري أبطال أوروبا بعد ما وصل 8 مرات للنهائي ولم يوفق. كان حدث عظيم جدا جدا. هل يستطيع نادي بيراميدز اليوم ان هو يكسب دوري ابطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخه، ويقدر ينهي الاسطورة المزيفة الاعلامية واللي صدرها لنا كمان مسؤولين كتير ان مفيش اي حد يقدر يحصل على البطولات الافريقية غير نادي اوحد هو النادي الاهلي؟ هنشوف النهاردة ايه اللي هيحصل، وخصوصا كمان ان نادي بيراميدز عنده يعني افضلية بعد ما احرز هدف التعادل بمساعدة من مهند لاشين، اسيست لوليد الكارتي في اخر المباراة في بريتوريا في سان داونز، وكانت مفاجأة من العيار الثقيل. هل بيراميدز يقدر يبني عليها النهاردة وحتى يكفيه التعادل بأي نتيجة علشان يقدر يحصد على اللقب الافريقي؟ طبعا يا جماعة نادي بيراميدز نادي مصري، نادي محترم بيكسب البطولات بعرق جبينه زي اي نادي في مصر، يعني زي النادي المصري زي نادي بتروجيت. لازم طبعا كلنا ندعمه ونشجعه النهاردة. كل الدعم والتوفيق لنادي بيراميدز. اخدكم برضو يعني لنقطة خطيرة جدا اثارت استياء جماهير نادي الزمالك في الفترة الاخيرة. ليه؟ يعني ليه ما تمش تأجيل مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز في نهائي الكاس ل9:30 بدل 8؟ وخصوصا ان دي وقفة عيد الاضحى المبارك، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات، والجميع صائمون وبما فيهم اللعيبة كمان. لازم يحصل يعني تعديل في الميعاد. ما ينفعش ان انت يعني ما تعدلش الميعاد واحنا في وقفة عيد الاضحى. طبعا ده اثار غضب ملايين الزملكاوية. ايه اللي بيحصل داخل الرياضة؟ ازاي حتى مباراة بالحجم دي يعني ما بقاش عشان تنجح ليها كل عوامل النجاح؟ ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. وبالمناسبة كلنا ندعم نادي الزمالك من هنا لميعاد المباراة. الزمالك يا ناس عايز الكاس، الزمالك يا ناس عايز الكاس، لان هي طبعا هتبقى بطولة مهمة جدا، هيبقى فيها طوق نجاة لمجلس الادارة قبل حتى الجماهير. لان طلعت اشاعات في الفترة الاخيرة ان مجلس ادارة نادي الزمالك بيفكر في الاستقالة، وان الكابتن حسين لبيب تنحى عن منصبه بالفعل. هل يعني نشوف عودة للكابتن حسين لبيب في حالة لو فاز نادي الزمالك بالكاس؟ وارد. وطبعا بعد ما يعني ما يخرج نادي الزمالك ان شاء الله ببطولة الكاس، علشان كمان ما يبقاش موسم صفري، وتبقى بسمة وفرحة كبيرة جدا لجماهير نادي الزمالك، ويبقى بقى النادي الاهلي كسب الدوري وبيراميدز كسب دوري ابطال افريقيا والزمالك كسب كاس مصر. ان شاء الله كل الدعم وكل التوفيق لنادي الزمالك. وايضا يا جماعة من اهم اخبار الصفقات، اسامة جلال لاعب نادي بيراميدز بيقترب، ايضا عبد الرحمن مجدي بيقترب. احتمال يكون في صفقة تبادلية ياخدوا هما ناشئ الزمالك محمد السيد الرهيب جدا اللي احرز هدف في المباراة الاخيرة لنادي فاركو. يعني خلاص والراجل يعني بيستعد، ممكن يبقى افضل كمان من زيزو في نادي الزمالك. ولكن لو انت حضرتك من وجهة نظري هتاخد صفقات مهمة من نادي بيراميدز، لان انت عندك نقص كتير في المراكز وبرضه صفقات قوية، ده وارد يا فندم. وبيراميدز بالتأكيد برضه هيحلله ازمته المالية، هيديله راتب اعلى من نادي الزمالك. فوارد ان حضراتكم في الايام القليلة القادمة تشوفوا صفقات مدوية من العيار الثقيل تبادلية ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز. وايضا ما زالت في الافق صفقة كلامنت مزيزي، باتت قريبة جدا من نادي الزمالك في الرتوش الاخيرة. كل التوفيق والدعم لنادي الزمالك في المرحلة
القادمة، لان موضوع الصفقات ده مهم جدا جدا من وجهة نظري. ايضا صفقة محلية زي اللاعب عمرو الجزار، بعد ما ان النادي الاهلي قال ان انا هاخد عمرو الجزار، ولكن النادي الاهلي عنده كم من اللاعبين ومش هيبقى في احتياج لعمرو الجزار، وارد ان هو يبقى صفقة برضه في دفاعات نادي الزمالك، وخصوصا بعد احتمالية رحيل حسام عبد المجيد، لان هو مصمم على الرحيل ده. برضه هتعلن عليه الايام القادمة بعد الكاس مباشرة، زي ما قال الدكتور حسام المندوه، قال ان في عروض اوروبية بتصل للكابتن حسام عبد المجيد. هنشوف هل يرحل حسام عبد المجيد برغبة وشروط النادي الزمالك، ولا هيكون مجرد رحيله كوبري للنادي الاهلي. ده برضه في الحقيقة امر مهم جدا جدا. ايضا صفقات نادي الزمالك، طارق حامد هيصل خلال الايام القليلة القادمة. طارق حامد زملكاوي ان شاء الله لتدعيم خط صفوف نص نادي الزمالك. هنشوف في الحقيقة يعني كل خريطة الصفقات كمان هتكتمل تماما بعد مباراة نهائي الكاس. هتبقى مباراة مهمة جدا جدا، خلي بالكو يعني في تاريخ مجلس الإدارة، في تاريخ نادي الزمالك، طوق نجاح حتى للصفقات، هتدي دفعة كبيرة جدا جدا لكل الداعمين لنادي الزمالك. من هو سيكون المدرب الجديد لنادي الزمالك؟ طلعت بعض الانباء من داخل نادي الزمالك، لو الكابتن ايمن الرمادي استطاع ان يحقق الانتصار التاريخي على نادي بيراميدز ويحصل على كاس مصر، بطولة محببة لكل جماهير نادي الزمالك، ان هو في احتمالية كبيرة ان هو سيبقى في نادي الزمالك. هل تضغط جماهير نادي الزمالك لو كسب الكابتن ايمن الرمادي بطولة كاس مصر وفاجئ جماهيره، فاجئ جماهير نادي الزمالك اللي طبعا بيبقى ليها دور مؤثر جدا جدا في كثير من الامور؟ وفي الحقيقه كمان الكابتن ايمن الرمادي قدم اداء جيد، بدا يبقى فيه شكل لنادي الزمالك بعد ما اختفى على ايد بيسيرو او كريستيان جروس. ان شاء الله يعني نشوف نادي الزمالك من تقدم الى تقدم الفتره المقبله. وايضا ملف زيزو، ماذا يحدث في ملف زيزو؟ هل زيزو هيقدر يلعب كاس العالم للانديه؟ لا اعتقد يا فندم. خلاص طلعت بعض التسريبات بتقول ان زيزو، لان الزمالك متربص له، صعب جدا جدا ان هو يجازف بايقافه، او حتى الاهلي يجازف بايقاف للنادي الاهلي، لان هيبقى فيها ايقاف قيد للنادي الاهلي ل3 فترات. هتبقى عقوبات مغلظة جدا جدا لو استعجل وراح زيزو مباشرة لكاس العالم للأندية. فصعب جدا جدا في الحقيقة ان زيزو اللي باع جماهير نادي الزمالك بالرخيص يشارك في كاس العالم للأندية. في الحقيقة كل التوفيق والدعم لجماهير نادي الزمالك المخلصة، اللي هي دايما بتثبت ان هي بتتحدى المستحيل، ان هي في كل الظروف وفي كل الاوقات الصعبة جدا جدا بتظل تشجع كيان نادي الزمالك وواقفة ورا نادي الزمالك. وفي الحقيقة رجالة اللي بيشجعوا نادي الزمالك، وانا هعتبر يا سيدي اقل واحد فيكم انتم خير يعني سند ودعم لنادي الزمالك، وعلى رأسهم الجماهير المخلصة اللي بالالاف بتزحف من كل المحافظات علشان تشجع نادي الزمالك. كل الدعم وكل التحية لنادينا الملكي الحبيب. ما تنسوش يا جماعة اشتراك في قناتكم قناة الكورة مع حس، دعمكم مهم جدا جدا لينا في الحقيقة في الاوقات دي. ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد. وايضا اللي حابب على الفيسبوك يعمل متابعة لصفحة حسام زين حامد يوسف على الفيسبوك. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.